غياب الدور الفني المؤثر في جهاز مستر جيسوالدو فيريرا فيها مثلا ربما مستحقات سابقة للكابتن أسامة نبيه، لكن هل كان في خناقة النهارده مع عبد الله جمعة؟ الإجابة لأ. هل كما قالت بعض التقارير أو بعض التغريدات إنه في خناقة مع اللاعبين وإنه هو استفز وإنه حصل مشكلة؟ لأ، بيفكرنا بخناقة اتكتب عنها ما بين الكابتن أسامة نبيه وحميد أحداد زمان، وبرضه كانت أي كلام. ده أي كلام، مفيش خناقة حصلت. وعبد الله جمعة بالمناسبة عرف عن القصة دي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما كانش عارف ان في حاجة غير لما حد جه سأله من لعيبة الزمالك، فعبد الله قال له انا ما كنتش اعرف ان في حاجة مكتوبة عن القصة دي اساسا. لكن ايه الموقف دلوقتي؟ الموقف طبقا لما قال له مسؤولو الزمالك، قاله لنا مسؤولو الزمالك، ان الكابتن أسامة نبيه كان طالب يومين اجازة، اليوم اللي هو بتاع النهارده امبارح اللي هو اليوم الطبيعي الاجازة، والنهارده وبكره بالظبط، يعني اللي هو النهارده وبكره. كان الفرقه واخده الجمعه فكان عايز السبت والحد، فلما لقى الكلام ده مكتوب اتصل بمسؤولي الزمالك النهارده وقال لهم انا جاي بكره منعا للقيل والقال. مرتضى طلع قال لك اصل الاخ اسامه نبيه عنده برد، والاخ مهيب قال لك اصل عنده وجع في اسنانه، وده قال لك اصل واخد اجازه مش عارف ايه. ما تثبتوا على حل يا جماعه بقى، الراجل واضح ان في مشكله وانتوا بتليطوها. غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره. النهارده الكابتن اسامه كان عنده بعض الظروف العائليه، وكمان راح للدكتور لعلاج اسنانه بالظبط، هو زي ما انا بقول لكم بالظبط اللي حصل. وحتى كان في اتصال من رئيس النادي مع كابتن أسامة نبيه وقال له أنا موجود. لما سمع الكلام ده طبعا على المواقع وعلى السوشيال ميديا، كابتن أسامة موجود مع الجهاز الفني ومكمل، وبكرة هيكون موجود في التمرين، لكن نتمنى الأمور تبقى ماشية على ما يرضى. ما خلاص أنت قلت المفيد، ما أنت هنا من أنت في البرنامج بتاعك بتجيب يعني بتجيب مفيد، يعني ما بتقولش إشاعة أنت عامة يعني. لا خالص. لو حاجة هتحصل بتقول هتحصل كذا 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 وبتحصل. لو في غلط في الخبر نفسه أنت بتقول دايما الخبر الصح. ما أعتقدش إن أسامة من نوعية المدربين مهيب اللي بيحب يعمل فرقعه، بيحب يعمل اخبار خالص. اسامه اصل نوعيه راجل محترم جدا، وعلى فكره عنده عروض اكيد. يعني اسامه نبيه عنده عروض، عنده عروض. لا عنده. في ناس طالباه في الانديه، مطلوب. ومن اول الموسم انا عارف هو عنده عروض، لكن هو دايما بيحب عايز يبقى موجود في نادي الزمالك ده. عنده عروض، عرض من فودافون، عرض فليكسات، عرض من الشركه السعوديه للحفه، عرض من رنين على حلل بايركس واركوبال. يا عيني على الضحك وجماله.